بزاف ديال الناس كيسولوا على الحركه اللي دارها اشرف حكيمي. هذه الحركه هذه كتعني اننا تعرضنا للظلم. هذه الحركه هذه كتعني انه تم في هذه البطوله الخلط ما بين السياسه والرياضه. هذه الحركه هذه كتعني اننا مظلومين ومقيدين، وهي رساله انتقاد قويه للرئاسه ديال الفيفا وللفيفا ككل. مره اخرى تعرضنا للظلم التحكيمي مباراه ديال الترتيب، والمفاجاه كان الحكم قطري اي عربي، وفعلا كانت اخطاء وكانت ضربه جزاء. هذا الشيء اللي تعرض ليه المنتخب الوطني غيتكتب في التاريخ. للاسف تعرضنا للظلم جوج خطرات، للاسف الاولاد بكاو جوج خطرات، للاسف حسينا بالحزن حنا كشعب مغربي جوج خطرات، ومعنا الشعوب العربيه. ماشي حزن ديال الخساره، وانما الحزن ديال الظلم اللي تعرضنا ليه. وللاسف صحف عالميه تكلمت على ان اشرف حكيمي في قاعه الملابس تلاقى مع الرئيس ديال الفيفا وقال ليه كلام قاصح، قال ليه اش بغيتو من عندنا؟ تظلمنا في الماتش الاول وتظلمنا في الماتش الثاني، اش بغيتو عندنا؟ وانا كيوجه له رساله مباشره على انه نتوما ما بغيتوناش نكونوا حتى في المركز الثالث، نتوما ما بغيتوناش ناخذوا حتى شي ميداليه. وفيها باش عبر على ذاك الحركه ديال ربط اليدين، وكيعني بها باللي باقيين مقيدين حنا كدول افريقيه. وبزاف ديال اللعابه والرياضيين الافريقيين داروا هاد العلامه هذه تعبيرا عن الحزن وعن الظلم وعن التمييز اللي كيعانيوا منه في جل الرياضات. في هاد كاس العالم بانوا لنا بزاف ديال الاشياء غريبه، وخصوصا من تاهل المغرب للنصف النهائي. فضح الفيفا وبدات من المباراه ديال البرتغال. المباراه ديال البرتغال كيبان لنا بان الرئيس ديال الفيفا غضب علاش المغرب يربح، وفي الحقيقه خاصو يكون محايد لانه هو رئيس، ولكن المشاعر ديالو للاسف غلبت عليه، وبينت للعالم المدى ديال الظلم اللي كيعيشوه الدول الافريقيه والدول اسيا وخصوصا افريقيا. في نظركم علاش ما بغاوش المغرب ياخذ المركز الثالث؟ وعلاش ما بغاوش يدوز مع فرنسا؟ علاش ما بغاوش يكون في الفينال؟ وعلاش ما بغاوش يدي كاس العالم؟ كاس العالم في الحقيقه ماشي غير رياضه، كاس العالم هو خلط ما بين الرياضه والسياسه والاقتصاد. فالفيفا كتختار اللاعبين المشهورين بحال رونالدو، بامبي، بحال ميسي، كتختارهم على انهم هما اللي يكونوا في الفينال وهما اللي يتوجوا بكاس العالم باش دير بهم الاشهارات وباش تدخل بهم الفلوس. وهي في هذه المسائل كتمشي ابعد من ذلك بكثير. مثلا في المنتخب المغربي الا دا كاس العالم او انه وصل للفينال، في نظركم شكون اللي كيعرف اناحي؟ وشكون اللي كيعرف املاح؟ وشكون اللي كيعرف امرابط؟ وشكون اللي كيعرف نايف اكرد؟ وشكون اللي كيعرف داري؟ وشكون اللي كيعرف عطيه الله؟ وحتى اشرف حكيمي او زياش او مزراوي راهما ماشي بداك الشهره اللي كتعرفوا في الدول الاوروبيه او في الدوري الاوروبي. هما فعلا نجوم في نظر الشعوب الافريقيه، ولكن في النظر الاوروبيين كيبقاو لعابه عاديا وكيبقاو غير في الشونجمون وكيديروهم شونجمون. فلذلك الخدمات الاشهاريه اللي غتقوم بها الفيفا ما يمكنش ديرهم على اناحي اللي ما كيعرفوا حتى شي واحد. فبطبيعه الحال الغضب اللي غضبوا الرئيس ديال الفيفا في البرتغال هو دليل على انه بغى النجوم هما اللي يكونوا في الفينال باش يديروا معاهم اشهارات وباش تكون مداخل كبيره وباش ينجح هو كرئيس للفيفا. علائيين برافو المغاربه، ما تنساوش اننا وصلنا المربع الذهبي، هذا راه شرف لنا ولو اننا في المركز الرابع، ولكن هذا شرف لنا وخاصنا نفرحوا وما خصناش نغضبوا. احنا تقلقنا وبكينا وحزنا على اننا في المركز الرابع، وللاسف بعض الناس في الدول المجاوره احتفلوا بالخساره ديالنا. وهنا كتختلف الطموح، وحدين كيبكيو لانهم ما دازوش الفينال ديال كاس العالم، وحدين فرحانين حيتاش داك الدوله ما دازتش للفينال وبقات في المركز الرابع. بطبيعه الحال الطموح تختلف، وهادو ما غادي ياثروش علينا حنا كشعوب عربيه. مثل هاد العقليات ما غادي ياثروش علينا حنا كشعوب عربيه، بالعكس غادي يخليونا نتضامنوا وغادي ندعيو معاهم انهم يديروا عقلهم ويشوفوا لهم شي اطباء يتعالجوا. المغرب كتب التاريخ بمداد من ذهب، المغرب دخل التاريخ من كاع الابواب ديالو. هنيئا لنا كمغاربه وهنيئا لكل الشعوب العربيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.